كان يا مكان والكون ملك الرحمن، حتى كان الحبق والسوسان ونصليو على نبينا العدنان. يا السادة يا الكرام، فهاد المرة غادي نحكي لكم حكاية غريبة مفهومة ماشي صعيبة، والجلسة معكم كلها طيبة. كان في شي وقت من الأوقات تتعيش واحد العائلة فيها غير البنات، 3 ديال الشقيقات والرابعة ربيبة. كان باهم تيعاملهم معاملة وحدة، ما كاين فرق من بين البكرة ولا الصغيرة. كل وحدة عنده أميرة، إلا أمهم دايرة فرق كبير ما بين بناتها اللي من كرشها وربيبتها اللي في عقلها ما دخلتها. مني كبرات ووعات هي اللي تتقضي وتتنضي، ومني تفضي تجلس على الغرزة ولا تخيط، ومنين عليها تعيط توجدها قدامها تترعد من الخوف. سرها ديما مقذوف، وباها غير تيشوف عيا بالحلوف وغير تيحنت، وهي بتمارة طحنت. وعاد كلفتها يوميا تعجن خبزة لكل وحدة فيهم، وخبزة الأم تكون وافية شوية عليهم. تعجن وتعاين حتى تخمر، وتجمع العواد وتحمي الفران وتطرح وتفرق، وتحطي القدرة على الكانون تحرك وتمرق، وتحلب وتمخض اللبن. جهدها تدفن في ديك الدار. وفي واحد النهار مع الزربة والخلعة والتلفة نسات ونبزات من خبزة مرت باها اللي هي أمرتها. قالت ليها: يا أمي، حيت هي اللي ربتها، راه نسيت وبلا ما نشعر حصل هاد الأمر، وإلا بغيتي نمشي ندبر على خبزة في قياس خبزتك ما فيا من هز قرصتك وضربتك. قالت ليها: والو، من خبزتي نخلاق. وحتى حل معها ملاق، وبدات تعاير وتسب وتضرب باللي لقات في يديها. والبنت مسكينة ما لقات غير رجليها سبقوا الريح، ومرت باها تابعها وتصيح: وبغيت خبزتي، واعطيني خبزتي، وتشير وتشاير حتى خيال البنت غبر وتلفات ما بين السواقي والشجر. وبلا ما تفكر في الأمر قررت ما تولي، وبدات لروحها تتسلي غير مخبعة الطل. وفي الليل تيغطيها شعرها الطويل الكحل. حتى لواحد المرة قررت تبدل المكان تلقى فيه شي اطمئنان. مشات ومشات حتى عيات، وهي تصادف عزيب واسع وعريض وبنيه غريب. طلت ودخلت، ما وجدت حتى واحد فيه، وتعجبت كيفاش حتى واحد ما حاضيه. شربت من عيونه الكتار وكلات من خير الشجار، وحسات بنعاس دوخل الراس. تكات وتمدات وغمضت عينيها، لكن طلقت ودنيها عارفة راسها في خلا ماشي مزه وفرحلة. ويالله بغات تغيب وهي تسمع صوت غريب: يالله حلوا البيبان وفرشوا بالزربة، السلطان راه وصل عيان. بالزربة نصبوا الخيام، امر تعمل كل شي عمل، الهلا يخطي الحكام. والبنت غير شافت ما شافت، وهي تلعتم وبدات تخمم بحال الا حصلات. الصور عالية والحراس عينيهم تلقط الجوان. خمت مزيان وهي تدخل ما بين الغنم اللي عددها كان كتير حدا جنب البير. ايوا بعد المحداها والله نجاها وخضاها. ايوا يا السادة يا الكرام، السلطان من يرتاح طلب مرية الهند وبالو منظر من البعد وسط الغنم طرف كحل، وبلا ما يتعجل قال له: زيرو، شوف شوف. قال له: ايها مولاي، هاديك شي حاجة ماشي خيال. ودغيا طاحت له في البال وقال له: يا مولاي، في الحال توجد قصعة سريد بفروج بلدي لذيذ، يكون مالح ماشي مسوس، يبان حس هاد القنوس. الانسي الا فيه الجوع ياكل، والجني ما يقرب لطعامنا. في لحظة كل شي يبان قدامنا. وهذاك ما كان يا الاخوان، كلات وبردات ومن البير شربات، وعرفوه انس ماشي جان. وقال لهم السلطان:
حضروا قدامي اللي كان وغير بالظرافة واللطافة وكسيوه بشي لحافة والخف. حضروا البنت وهي تترعد ماشي من البرد من الخوف حتى تلاقاو سنانها وتكمشوا يديها. قال ليهم خليوها. ومنين شاف فيها وتمعن شاف قدامه جمال تيفتن وعاود فتح عينيه مزيان حتى تيقن وقال له زيرو امرهم يجمعوا باش نرحلو. وبدا المستشار تيشرح له. يتهلاو في البنت مزيان ومنين لبست زادت تواتات وصبحت للة البنات وفي وسط القبة ضوات وقا منوات هاد العز العظيم. سبحان المنان الكريم كرمها بعد خوف والملك فيها بقى غير كيشوف. حتى في يوم من الايام اعلنوا على عرس السلطان بزين الفتان. رقصت الناس والموسيقى دوات وحتى الطيور غنات وقالت هني وهني من الخبزة تهنات سعدي يا الريم يا زينة البنات. وبالزربة تدربت على الجو جديد وكان كل يوم عندها عيد. واحد النهار سمعت صوت حزين من بعيد تيسع وكنا كنسعاو باب الله. أمرت الوصيفة تدخلها وتغسل ليها ومن الخيرات تعطيها حيت عقلات على الشدات وشحال من نهار ما كلات. وقالت ليهم قربوها لي وخليوني معاها بغيت نرتاح حداها. تعجبوا وغربوا وهي تعقل عليها. قالت هادي مرات با ياك ما دايرها سبه. ولكن المراه ما عقلات حيت البنيه راه تبدلات. وقالت ليها واش عرفتيني؟ قالت ليها مرات الاب فكريني اللي نعرفهم بزاف. جاوبتها البنت فين بويا وخوتي؟ وهي ترد مرات الاب ايوا عليك انتي الهربه اللي هربتي واعطيني خبزتي اعطيني خبزتي. ايوا بغات تحميها بالغوات وعلى الشر نوات. وهي تامر حارتها الخاص يحملوها خارج البلاد ويسكنوها في دار الجواد ما يخصها خير وردوها بحال شي طير في القفص غير الماكله والنعاس. ومازال الطير تيغني ايوا امال لهنو ما تهني ما تدني كيف تيقول المثل. وعلى كل حال راكم سيادي وسادتي ديما في البال. ايوا يا الساده يا الكرام السلطان الهمام قال الملكه تعايلي نبدلو الجو في جنان الخضار. نمتعو البصار قالت له امرك مولاي تنفذ في الحال. الرحله تغير الحوال امر عامل الموكب رحل. ومن باب الكبير الجنان دخل فوق ما تخيل تحير في الشكال والنواه وفرحات اللي جاح واد بالقناطر وشلة المياه والتقاطر عشاق النظر وحتى الدالية من دخله بحال الحرس من الجناب. ايوا وقت العنب طاب وسبحان الله عنقود كحل عنقود ابيض منظر كيفتن مالوش نظير في جنان الخير. وحتى حلات بيناتهم الجلسة من البعد حاضيهم العسى وهما ينبتو جوج قطيبات صغار قاه ما تنبهوا ليهم النظار كلها حايز في جهة. وسمعت قطيب تيقول عطيني خبزتي والاخر تيرد عليه وما عنديش. وهي تبقى تصيك وتضحك. والملك ما فهم والو حيت ما سمع والو وجه سؤالو ليها ايوا ضحكينا معاك رحنا زعما حداك. قالت له يا مولاي لا ما كاينه حتى حاجه غير ضحكت وكان. قال ليها ما كاينش شي ضحكه بلا سبه. وبغى يدير من الحبه قبه ودارها وبغواتو شعل نارها. ومنين بغات تدويها عماتها ومنين خرجت كلمتها لقات تريود فاتها. قالت له يا مولاي ايوا اللي ضحكني هو داك المنظر نتاع العين بالكحل اللي معنق العنقود الابيض. هو يصفعها بالجهد وفهمها غلط وما كفاها حلوف ولا تعياط. قالها عينك فابدي انا غادي نطير له الراس بيدي وانتي خرجتي خطيه وحكامك غادي يكون قاسي والغدرك ما انا ناسي حتى نموت.
وهي الخوت الهلا ينزل علينا باطل. راس العبد بسيفو طار، وهاد السر بقى غير في وسط الدار. مرت السلطان في كل ليلة تتحمل الراس المقطوع وتطوف بيه بالحفا والجوع. مسكينة عاش هاد العذاب. بالحق كل شي مقدر ومكتاب، وانا مازال معكم يا ويا الحباب. ايوا في واحد النهار من الايام حكيمة نسا نجمة بغات تبيع قد الجوهر، وقصدت دلالة معروفة. قالت ليها هاد الايام السوق بارد والحركة عيانة، سلعتك مزيانة لكن الغالب الله، يمكن تبيعيه لمرت السلطان. بعدا عندها وهانية وصافي الحال، غير سيري راه تتسخى بالمال. الحكيمة شاوروا عليها المشاورية، قالت ليهم غادي نسلم هاد الهدية للات البنات. الملكة بحال الا ما كاين والو رحبت واستقبلت وفي وجهها ضحكات. تعاودوا الخبارات ولقات الحكيمة ما جايبة خبار، وبدات الهضرة على ما حكاتو الدلالة الحكيمة الفهيمة. وردت عليها الملكة انا خاطري هاني، غير سيني حتى يطيح الظلام وتفرجي على غرايبي ومحايني، غير سيني. وفعلا فركينة تخبعات. الحكيمة شافتو تبهضات حتى عيونها دمعات بعينيها وما صدقات. وحيت كملات المرا جفلات رشاتها بميها حتى لعقلها رجعات. وقالت ليها ايوا كيف جاك عذابي؟ ردت عليها الحكيمة غادي تفاجئي بسبابي، والعبد غير سباب، والله يفتح باب الخير والتيسير. ودابا سمعيني مزيان وشميها في هاد المكان. غدا منين يبغيو يحملوا ليك الراس رفضوا يقولي لا، وصوتك يتعلى عليهم حتى يجي اللي تيامر عليهم، وقولي له لا. ومنين يسولك قولي له ماشي انت، هو قحطان بن زهران. ايوا داكشي اللي كان. حتى قالها واش كاين شي سلطان شهر مني؟ ردت عليه سول الحكيم الشجعان. وغير جاوبوا بيه جمع العدة والعتاد ولا غد ليه خوا البلاد. بعد ايام وصل البلاد المقصودة، وشوفوا الله المعبود تيمهد السباب. والبنت بعد فهد المدة تهنات من العذاب. استقبلوا قحطان، وبعد الراحة حكالو مزيان كل شي بالتفاصيل. جاوبوا اللي بان لي غير الشكة مع عينيك، وكنت ريدتي الله يهديك. دابا راه خيط المحبة تقطع. وبقات عيني الملك تتدمع. قالو يا السلطان لا تبكي، عندي لك الحل. تاخدو عندي عاد ترحل. هادو 3 ديال القرقاعات مبخرين بهوا البنات، وغير توصل عطيها تهرس الاولى في نص النهار، والثانيه في نص الليل، والثالثه مع الفجر. وغير صبر غادي ينبت ربيع المحبه، وهادي راه غير سبه. السلطان بعد مده وصل تقرب ورغب، وما جا فين يكمل تهرس القرقاع حتى الملكه سمعات حركه بالصداع. عفريت ظهر في المكان وقال لها انا مأمور ناخدك في الحال عند الملك قحطان. وبلا ما تفكر الامر تحسم. وقف الملك قدامه وهو ينظر وقال تيعطي ربي الفول اللي ما عنده سنان، كيفاش يفرط في هاد الزين الفتان. ومنين سولها على صداقها قالتلو صداقي تجيب الباقي من خوتي، ولا كان عايش با وحتى مرت با. وامر عامل العفريت جاب المطلوب، والسلطان حقق المرغوب. والسلطان القديم مات من الكروب. ايوا يا نتوما يا ساداتي، على الله تكونوا متعتوا القلوب، والصابر فينا هو المحبوب، وبنادم راه حجر وطوب. وهكذا حجيتنا مشات مع الواد، وما يفهمها غير ولاد الجواد.